شبابنا. احنا دلوقتي هنروح لفيلم 18 يوم. الحقيقة الفيلم ده قام بيه سوني براذر او اخوات سوني، فنشوف الفيلم ده وهنلتقي مع فريق عمل فيلم ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. معقولة في حاجة في بلدنا دي أصلا منظمة بالشكل ده؟ طلبت منهم انهم ينزلوا يشاركوا مع الشباب اللي موجودين. الشعب المصري كله كان عايز ينزل. اللي هينزل بكره مش هيرجع علينا. في ضباط وقعت تحت رجلينا. احتمال كبير ان احنا نموت بس ما همناش. فضل الميدان بخطة حقيقة. مش هعرف ان انا اتعرف على شيء. مفيش واحد شايفه مش متعور. هو اتقتل منا كتير. حاجه ما بتحصلش في الحروب. اتنحى دي مش ثورة مصر، دي مش ثورة مصر بس، دي ثورة العالم العربي كله. ده جزء من فيلم 18 يوم في مصر. الحقيقة تناول أحداث مصر في خلال 18 يوم، متابعة لكل ما حدث. مدة الفيلم حوالي 45 دقيقة. قام بيه فنانين مصريين بيحبوا البلد، عايزين يوثقوا الأحداث وبيمتلكوا إمكانيات فنية، بالإضافة إلى أن مشاركة الفيلم في المهرجانات المتعددة ساهم بشكل كبير أن يكون في متابعة لما يتم في مصر من خلال توثيق العمل. خلينا نرحب بضيوف اللي بيشرفونا النهارده في الاستوديو، واللي هطرح عليهم سؤال برضه: هل يؤيدوا الإضراب العام أم يرفضوه؟ بيشرفنا النهارده في الاستوديو أحمد صلاح سوني مخرج. أهلا وسهلا بيك يا سوني، شرفني ومنورني. كمان بيشرفني رمضان صلاح. أهلا وسهلا بيك رمضان. بالمناسبة الاثنين مخرجين ومخرجين متميزين جدا، وبالتحديد سوني يعني انا عارفه بشكل كويس قوي. سوني، هل تؤيد الاضراب العام ام ترفضه مبدئيا؟ طبعا احنا بنأيد الاضراب العام، ونقابه المهن السينمائيه اعلنت ده صراحه. كل اعضاء مجلس الاداره ونقيب السينمائيين اعلن ان احنا مع الاضراب، وعملوا بيان بالموضوع ده. واحنا قبل البيان احنا مؤيدين فكره الاضراب. برضه نفس الموضوع مؤيد. انا مؤيد فكره الاضراب، لان هو شكل من الاحتجاج السلمي، لانه طول الوقت كان في اتهام من الثوار اللي هم بيستخدموا العنف، فدي طريقه سلميه. يعني هو الثوار طول عمرهم ما كانوش بيستخدموا العنف، بس دي طريقه سلميه يعني. يمكن احنا هنتطرق ل 18 يوم في مصر، لكن هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل معكم مره ثانيه ببرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بنختلف والنية صفرا أوقات الصورة ما كانتش واضحة حنصون بلدنا وولاد ولادنا حق اللي راحوا من شبابنا يا الميلان كنت فين من زمان. فجأة ابتدت الطيارة تنزل ونشوفها عند الدور الرابع أو الخامس مثلا ما بين العمارات بتاعتي. أنا جات لي حالة من الذعر مش طبيعية. ابتديت حاسة إنه حالا هيرموا علينا قنابل. وفجأة لقينا طيارات الاف 16 بتخترق حاجز الصوت وبتنزل. يعني أنا شفت الطيارة منهم في مرة من المرات. هم عدوا علينا كذا مرة عشان يرجمونا. في مرة من المرات ده جزء من فيلم 18 يوم في مصر وعود لضيوفي مرة تانية. أحمد، عايز أعرف كيفية الاستعداد لعمل فيلم زي كده وثائقي بيعرض تاريخ 18 يوم في حياة مصر مهمين جدا. بص، احنا ما كناش مقررين ان هيبقى في فيلم عن الثوره. تمام. احنا في البدايه شاركنا زي اي حد بيشارك، زي اي جمهور عادي بيشارك في الثوره. شباب بتشارك في الثوره وليها هدف معين عايزه تحققه وتوصل له، فكنا شاركنا. فكره ان احنا نعمل فيلم، القرار ما كانش قراري يعني، او اللي حدد ان احنا نعمل فيلم رمضان هو اللي قال ان احنا نعمل فيلم. احنا قررنا ان احنا نعمل فيلم عن الثوره يوم 28. احنا كنا عندنا مشكله ان احنا هل ننزل هنشارك عادي ولا لازم نصور. 28 ايه؟ 28 يناير؟ 28 يناير يوم جمعه الغضب. كان قرار ان احنا نعمل فيلم ونكمل تمام. بشكل بروفيشنال اكتر. تمام. احنا في الاول كنا بنشارك وبنصور، بس ما كانش في قرار ان احنا بس بنوثق حدث. تمام. لكن قرار ان يبقى في فيلم ده خدناه يوم 28. كويس. هو ده القرار ان احنا خدنا هنعمل فيلم عن الثوره، وبدانا نرتب نفسنا اكتر بشكل محترف اكتر، ان احنا يبقى معانا كاميراتنا، كل واحد يبقى بيغطي منطقه معينه
بالاضافه لبعض اصدقائنا اللي احنا خدنا منهم بعض الحاجات ماتيريال اللي هم اوريدي كانوا معانا برضو في الثوره، وبالمناسبه هم سينمائيين، وخدنا القرار ان احنا نعمل فيلم عن الثوره. جميل. لما اخدتوا القرار ليه بقى في اهتمام بالفنانين هم اللي يبقوا موجودين في الفيلم وهم اللي يتكلموا؟ عايز توصل ايه من الموضوع ده؟ هو مبدئيا دي اول مره في التاريخ السياسي المصري ان في فنان ينزل يشارك في الشارع بالقوه دي. كان حضور السينمائيين الفنانين بشكل كبير جدا، غير اي حدث مر على مصر قبل كده. كان في مشاركات من الفنانين، حتى اذا كان ما كانش بينزل بنفسه كان بيشوف الحدث وبعد كده يبدا يوثقه سواء في فيلم او الناس تكتب عنه كتب او مقالات او كده. انما هم يبقى متواجد في الشارع بشكله الشخصي ويتضرب من القوات ويتصاب ويجري وياخد قنابل ورصاص والكلام ده كله. فالسينمائي نزل شارك بنفسه كمواطن من جزء من الشعب المصري، يعني هو السينمائيين ما هم جزء من الشعب المصري. تمام. وكمان عندنا احنا السينمائي بيختلف عن الانسان العادي في حاجه، ان عين السينمائي كاميرا، يقدر عنده حكي، نوع من الحكي غير المشاهد العادي او غير المواطن العادي. واحنا معانا في الفيلم مجموعه لقاءات وناس بتتكلم في الثوره من المواطنين العاديين مش سينمائيين، بس السينمائي يعني هو ده متلاحظ في الفيلم، هو بيحكي قادر يحكي الحكايه كويس. فاعتقد اللي ممكن يشوف الفيلم بعد فتره من الزمن اللي يقدر يعرف ايه اللي حصل بالظبط 18 يوم بالظبط من خلال حكي السينمائيين. وبعدين اللي في نقطه عايز اضيفها، الموضوع السينمائيين ده جه بالصدفه. احنا لما قررنا نعمل فيلم ما كناش مقررين ان احنا نحط سينمائيين في الفيلم. تمام. هو احنا بعد خطاب التنحي 11 فبراير احتفلنا مع الناس ورجعنا البيت يوم 13 فبراير. رحنا كان في اعتصام في نقابه المهن السينمائيه. قعد فتره قعد فتره 6 شهور. فكل المجموعه حتى الانترفيو اللي احنا عملناها في الفيلم كانت جوه النقابه. فجي بالصدفه كان المخرج محمد ابو سيف كلمني قال لي في مهرجان في تونس عايز اي فيلم عن الثوره. ما كانش فيه لسه اي افلام جاهزه عن الثوره. يعني بالمناسبه احنا اول فيلم خلص عن الثوره، اول فيلم اتعرض في مهرجان دولي كان في شهر ابريل في تونس. تمام. فلما كلمني محمد ابو سيف وقال لي عايزين الفيلم، فعملنا الانترفيو مع الناس اللي موجودين في النقابه. حتى انا خلصت بقيت مونتاج الفيلم، خدت اجهزتي معايا قبل المهرجان هناك في تونس، خلصت مونتاج الفيلم في تونس. طب نستقبل التليفون معانا احمد شاكر مهندس ديكور وشارك في الفيلم. اهلا وسهلا بيك يا احمد. اهلا بيك، ازيك؟ انا كويس. طول ما انت كويس. احمد، عايز اعرف فكره المشاركه في صناعه فيلم 18 يوم عن مصر جت ازاي؟ لا هو احنا يعني انا اتقابلت انا ورمضان وسوني في الاقسام بتاع النقابه. تمام. وهو كانوا بياخدوا انترفيوز من الناس اللي موجوده في الاقسام على اساس ان الفيلم معمول من وجهه نظر السينمائيين اللي شاركوا بشكل او باخر في الثوره يعني. بس فهي جت كده يعني، هو جت ان احنا يعني كان لقاء داخل نقابه المهن السينمائيه. بالظبط. تمام. الفيلم انت كان ليك رؤيه فيه ولا كانت الموضوع المشاركه من خلال الماده الفيلميه؟ لا هو كلنا احنا يعني كل واحد هو في الاخر كل واحد شارك بقصته. يعني هو كل واحد حكى الحاجات اللي شافها في ايام الثوره. فهو ما كانش فيه تدخل باي شكل، يعني هو سرد الوقائع يعني اللي حصلت بالظبط. يعني ما كانش فيه اي نوع من التدخل يعني. احمد، انا بشكرك جدا على مشاركتك، لكن في سؤال، هل بتؤيد الاضراب ولا بترفضه؟ لا، بأيد الاضراب طبعا. ده اساسي جدا. بشكرك جدا يا احمد وشكرا ليك. سوني، فكره ان يبقى في فيلم وثائقي بدون ما يكون فيه تعليق صوتي ليه؟ يعني انت 18 يوم اشمعنى ما يبقاش فيه تعليق؟ ليه اعتمدت على صوت الشارع، على الاحداث الحيه بدون ما يكون في صوت بيعبر كمان عن كتير من المعاني؟ ده مهم جدا. يعني لما تيجي تعمل فيلم عن الثوره، هو الحدث نفسه هو بيتكلم لوحده. كويس. يعني انا لو عملت فيلم، لو حطيت ناريشن في الفيلم، انا شايف ان هو هيضعف الفيلم مش هيقويه. وده غير ان في افلام كتير قوي عن الثوره. احنا كان في تشاورات كتير قوي قبل ما نعمل الفيلم، مين هيعمل ومين بيشتغل في انهي خط. كان في تشاورات كتير في الموضوع ده. احنا فكرنا في فكره الناريشن ده في الاول، وبعدين انا ورمضان خدنا قرار لا مش هيبقى في ناريشن، لان الاحداث كلها شرح نفسها ومعبره اكتر ان انت حد يتكلم. لازم يكون في من جوه من قلب الحدث اللي الناس كلها شافته. وبعدين في حاجه تانية مهمه، احنا لما عرضنا في اكتر من مهرجان بره واكتر من تظاهره، يعني احنا سافرنا من بعد الثوره حوالي 14 دوله بالفيلم ما بين مهرجانات وما بين تظاهرات. بس هو خد جايزه من جايزتين من السويد في مهرجان مالمو، خد جايزه لجنه التحكيم، وفي ايران خد الجائزه الذهبيه الاولى في مهرجان رويش السينمائي. فخدنا قرار ان احنا لازم يبقى في اللايف
المشاهد كلها لايف من قلب الحدث، وده ايدوه ناس كتير قوي لما شافوه بره مصر كانوا حاسين اكتر وقالوا احنا اللي شفناه في الفيلم ما شفناهوش على اي قناه فضائيه. تمام. وللاسف في حاجه يعني انا حبيتها وفي نفس الوقت زعلت منها لما سافرت بره، لقيت احساس الناس في الدول الاوروبيه اللي احنا سافرناها او الدول العربيه اللي احنا سافرناها، احساسهم بالثوره مختلف تماما. بمعنى يعني حابين الموضوع اكتر من ان في ناس كتير قوي كانت رافضه الثوره هنا، يعني هم حابين فكره الثوره، الشعب المصري وصموده وان هو يقدر يعمل حاجه وان هو يشيل حاكم طاغي على مدار 30 سنه. كان انا بشوف ناس كانهم كانوا في قلب الحدث، غير الناس اللي احنا سميناهم بعد كده اللي هم حزب الكنبه او اللي كانوا ضد الثوره او الكلام ده كله. تمام. سوني براذر، اعتقد ان في بعض الصعوبات اللي واجهتكم. ايه اهم الصعوبات اللي واجهتكم وكانت موقف صعب يعني وما يعني ما يتنسيش من تاريخك؟ والله هو طول فترة الثورة كان في صعوبات كتير جدا، بالذات في أحداث العنف ده على مستوى التصوير. اللي احنا يعني يوم 28 بالتحديد ده كان في عنف شديد جدا يعني. طبعا. وكان في ناس كتير كان في ناس كتير أصيبت. ويوم موقعة الجمل طبعا كان يوم موقعة الجمل ده ليه قصة. اللي احنا رحنا لما عرفنا الصبح اللي فيه مظاهرة مؤيدين في مصطفى محمود، فروحنا نصور هناك. لازم نشوف بقى المؤيدين واللي فيه بالتحديد مجموعه فنانين هيبقوا هناك. احنا لازم نروح نصور يعني. فروحنا بالمناسبه دي فصورنا حاجات كتير، وعدوا ركاب الجمال والخيول من مصطفى محمود قبل ما يروحوا على التحرير، واحنا مصورينهم بالوشوش. تمام. وما نعرفش الناس دي رايحه تضرب في التحرير، فاكرين الناس جايه تنزل تحتفل وهتمشي. فبعدها بشويه هم وصلوا التحرير، فجالنا تليفونات من اصحابنا الحق واحنا بنضرب، ناس داخله بجمال. يا نهار اسود ده لسه معديين من قدامنا وبتاع. فروحنا جري على الميدان عشان نحاول. طبعا كان في كاردونات بعد ما دخلوا. طيب انا هرجع للجزئيه دي لان في سؤال بيطرح نفسه، هل تم تقديم الفيديوهات دي للنائب العام ولا لا؟ هسمع ردكم. بس ساب التليفون معانا محمد على التليفون. يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. سؤال بيطرح نفسه، هل تؤيد الاضراب ام ترفضه؟ لا بالطبع برفضه يعني، لان مصر مش محتاجه الايام دي خالص. تمام. انا بس كنت عايز اعقب على مدام دكتوره ماجده اللي كانت مع حضرتك. هي كانت بتقول ان الطريق الطبيعي او المسار الطبيعي اللي الشباب اختارت وقالت لا. عامه في شباب كتير زي ما حضرتك قلت قالوا نعم. اول حاجه هي بتقول ان لو الدستور اتعمل دلوقتي قبل وجود رئيس، العسكر هيجيبوا دستور ديكتاتوري وفي حاجات مميزات ليهم. طب ما انا هسالها، لو هي كانت عايزه المسار ان الدستور الاول قبل مجلس الشعب، مين اللي كان هيحط اللجنه التاسيسيه؟ ما العسكر نفسه هو اللي كان هيحط اللجنه التاسيسيه. هل الافضل ان المجلس العسكري يحط اللجنه التاسيسيه، ولا دلوقتي الافضل للمجلس الشعب اللي احنا اخترناه هو اللي يحط لجنه تاسيسيه تعبر عن اراده الشعب، لان احنا وكلناهم في ان هم يختاروا الجمعيات التاسيسيه دي؟ ده افضل بكتير. تاني حاجه بس في عجاله عشان خلاص. تاني حاجه بسرعه يعني ان هي بتقول ان ما كانش في حد بينادي بتاخير السلطه، لا كان في الاحزاب الجديده والائتلافات الشبابيه كانت عماله تقول ندي فرصه للاحزاب الجديده عشان يخشوا مجلس الشعب، وكانت بتطالب بوجود المجلس العسكري سنه وسنتين، وبعد كده انقلبوا على ده. ف يعني انا بقول ان هي ارائها متناقضه زي بقيه الاحزاب السياسيه كلها الجديده. بشكرك يا محمد وشكرا ليك، واعود لضيوف. الوقت يا سوني انتهى، ولكن السؤال اللي انا طرحته، هل تم تقديم الفيديوهات اللي صورتوها للنائب العام ولا لا؟ الفيديوهات احنا اثناء اعتصام النقابه قابلنا مجموعه محامين من لجنه الحريات. بس في عجاله في لجنه الحريات، فعرفوا ان احنا عندنا التصوير ده، وبالمناسبه هو موجود في الفيلم كمان. كويس. فاديناهم، عملنا لهم DVD وفي كل الشطات للوشوش دي، وراحت للنائب العام وما حصلش حاجه. تمام. في نهايه اللقاء تحب تقول ايه يا سوني؟ الثوره مستمره، ومبسوط برد الفعل خارج مصر للفيلم، والثوره ادتنا حافز وحماس ان احنا نكمل. فاحنا بالمناسبه عندنا 3 أفلام عن الاحداث اللي جايه، فان شاء الله يعني انا بتمنى الخير لمصر طبعا، وان شاء الله مكملين. ممكن اقول معلومه بالنسبه في عجاله بالنسبه لموضوع اصل الاضراب في مصر. هو اصله فرعوني في موسوعه سليم حسن الجزء السابع. تمام. كان في رمسيس الثاني بيبنوا مقبره ليه، ده اصل الاضراب في مصر. بشكركم جدا، شرفتوني ونورتوني. احمد صلاح سوني المخرج، شرفتني ونورتني. والزميل انا سعيد بوجودك معانا النهارده. شكرا ليك. رمضان صلاح المخرج، شرفتني ونورتني. وشكرا ليكم شبابنا مشاهدينا في كل مكان. مصر بخير طول ما فيها ناس كلها بتفكر لصالح البلد. احنا محتاجين كلنا ان احنا نتكاتف ايا كانت الاختلاف في وجهات النظر علشان تحقق مصر اهدافها من خلال ثوره عظيمه هي ثوره 25 يناير. بشكركم جدا. ما تنسوش مواعيد البرنامج جمعه سبت حد 2 من الساعه 5 للساعه 6. شكرا ليكم. السلام عليكم.